شلونكم طلاب؟ ان شاء الله تكونون بخير يا رب. بطريقة الفيديو اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لكل الاخبار والقرارات والاشياء. الفيديو كل شيء يوصلكم ان شاء الله اول باول. طبعا كريم السيد المتحدث باسم وزارة التربية يقول انه هذه السنة هي تعتبر الاكثر امان على الاسئله الامتحانيه، يعني يقول احنا مامنين على الاسئله الامتحانيه ومحافظين عليها، سواء الاستاذ الابتدائي اللي امتحنوا سابقا وكملوا وخلصوا من زمان، وسواء الثالث توسط اللي جاي يمتحنون حاليا بامتحاناتهم. يقول احنا ما عليكم اي صفحه تروج للاسئله وتسريب الاسئله والى اخره من هذه الامور اللي احنا اصلا نبهناكم وقلنا لكم هاي صارت سوالف قديمه، والواحد يقول سربت وتعال اعطيك اسئله برصيد وتعال ما اعرف شنو وياخذ رصيد من الطالب ويحضره، وهاي الامور اصلا هي كلها صارت قديمه. اصلا اذا اليوم هسه بعيدا عن موضوع الوزاره للعلم، ترى هاي هم موضوع اريد انوه عليه، اذا سربت الاسئله ترى كل مواقع التواصل الاجتماعي يدرون بها وكل العالم يدري بها انه هذه الاسئله مسربه، فانت ما له داعي انه واحد يجي يضحك عليك، يعني حشاك انت كطالب مثقف وكذا ويجيك يقول لك اعطيني رصيد واعطيك اسئله وكذا وتروح تصدق به، ماكو شيء. يعني اصلا اذا سربت الاسئله اذا طبعا وصارت حتى يعني صارت سابقا انه الكل يعرفها ويعرف بهذا الشيء، مو انه واحد فقط هو عنده الاسئله ويقول لك تعال وانت تروح تصدق به. هسه المهم نرجع لموضوعنا، هذه الامور ما حبيت انا اوضحها لكم هيك. المهم نرجع لموضوعنا. الوزاره تقول احنا اصلا متعاونين وعندنا تنسيق عالي مع الجهات الامنيه لاتخاذ الاجراءات القانونيه بحق اي صفحه تروج الى يعني هذه، يعني مثل ما تقول عده الاسئله والى اخره من هذه الامور. ويذكر ان اصلا قبل ايام انه تم القاء القبض على 3 اشخاص نشرناها لكم سابقا انه يروجون الى الاسئله الامتحانيه والى اخره. لذلك قالت وزاره التربيه ان مستوى الامان بحفظ الاسئله الخاصه بالامتحانات الوزاريه للعام الدراسي الحالي هي الاعلى مقارنه بالاعوام الماضيه، بينما اكدت عدم تسجيل اي خروق في الامتحانات. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزاره كريم السيد الصباح ان الوزاره اعتمدت معايير الامان بشكل دقيق في حفظ الاسئله الامتحانيه، ويعد العام الحالي اكثر الاعوام الدراسيه تحقيقا لمستوى الامان في حفظ الاسئله الوزاريه، لا سيما بعد ان غيرت الوزاره اساليب حفظ الاسئله منذ العام الماضي. واضاف ان الوزاره اعتمدت خططا واليات محكمه للامتحانات الوزاريه لهذا العام. طبعا الوزاره غيرت الامور اللي كانت سابقا تحفظ بها الاسئله، لان قلت لكم سابقا نعم الاسئله مسربه وهاي كلها احنا ندري بها، صارت اكثر من مره وحتى الامتحان العاد صارت حسب ما اتذكر طلاب استاذ اعداد وكذا. المهم كذلك انه اعاده النظر بمنظومه حمايه الاسئله. الوزاره حاليا اكثر امان بحفظ الاسئله، ونجحت الاليه خلال الامتحانات الوزاريه للسادس ابتدائي والامتحانات الخاصه بالمواد اللي امتحنوها للثالث متوسط الى الان، ومن المؤمن ان تعتمد نفس هذه الاليه بامتحانات السادس الاعدادي. واشار الى ان الامتحانات تسير بوتيره متصاعده وجيده، ولم يسجل اي خرق في العمليه الامتحانيه سواء على مستوى حفظ الاسئله او نقلها وتوزيعها داخل المراكز او المركز الامتحاني، وحتى مستوى اداء الطلبه داخل المركز الامتحاني. واشار الى تشكيل لجان مختصه تعمل على المراقبه الدوريه للعمليه الامتحانيه، إذ هناك تعاون متبادل من قبل الاداره في المراكز الامتحانيه والمديريات ببغداد والمحافظات بهذا الصدد لحين اتمام الامتحانات بشكل نهائي وعلى اكمل وجه وبخير وبسلامه. كل التوفيق لكم يا رب، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. ابتعدوا عن هذه الامور كلها وان شاء الله نتمنى لكم التوفيق، لان هذه بس تاخذ عندكم وقت وكذا، بالاضافه الى انتم اصحاب الصفحات الوهميه اللي تروجون لهذه الاشياء. اولا انتم متحملين الحرام والكذب، وكذلك تاخذون من وقت الطلاب وتخليهم معتمدين على نفسكم، يعني هذا كل هالامور حتى ما تحسون بضميركم، ولو انتم اللي تسوون هيك اصلا يملكم ضمير بالعلم. وزائد انه الجهات الامنيه متابعه لكل صفحه ولكل واحد انه يروج للاسئله او يتم يعني يضحك على الطلاب والى اخره. اذا وقع بيد الوزاره والجهات المعنيه والقانونيه ان شاء الله ياخذ جزاك. للعلم هذه الفتره انتشرت يعني هوايه انتشروا من هذه الصفحات، حتى طلاب يراسلون يقولون هذا ضحك علينا، هذا اخذنا عنده رصيد، هذا حضرنا، هذا ما اعرف شنو. انا اصلا قمت اقول لهم انه هذه سوالف قديمه ووضحينها اكثر من مره للطلاب، ما اعتقدت انه لحد الان اكو طلاب يصدقوا بهذه الاشياء، بس واحد يوضح اكثر من مره. عسى وان اعتمدوا على نفسكم ولا تضيعون وقتكم، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. طريقة الفيديو اشتركوا بالقناه وانتظرونا بالنشر.